صدق المثل العربي القائل: رب ضارة نافعة. والضرر هنا هو حاجة المغرب الملحة للطاقة، هذه الأخيرة التي تعتبر طوق نجاة للمملكة في مواجهة أزمة نذرة المياه، وأيضا نذرة مصادر الطاقة كالنفط والغاز الطبيعي، والتي لا زال المغرب يبحث عنها ويأمل أن تساعده في توفير الطاقة اللازمة له. لكن في انتظار ذلك فالدولة المغربية لن تقف مكتوفة الأيدي وهي تنتظر شيئا قد يحدث أو لا يحدث. لذلك فسنة 2023 ستكون سنة فاصلة في توجه المغرب لمجال قديم جديد، ألا وهو مجال صناعة الطاقة النووية. كيف ذلك؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير، لكن قبل أن نبدأ لا تنسى عزيزي المشاهد الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تتوصل بإشعارات الحلقات القادمة. وهيا بنا لكي نبدأ. بعد مسار طويل بدأته المملكة المغربية منذ الاستقلال، قد تكون سنة 2023 هي سنة النجاح المغربي في امتلاك برنامجه النووي الخاص لأغراض سلمية، والسبب هنا وكما ذكرنا في البداية هو مواجهة أزمة الأمن المائي في المملكة، والتي ستلعب الطاقة النووية دورا كبيرا في حلحلتها، كما أن تلك الطاقة ستوفر للمغرب أمنا طاقيا نظرا لقلة الاكتشافات النفطية والغازية في البلاد. فبعد استثمارات الدولة في مجال الطاقات المتجددة كالهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والريحية، أصبح المغرب يمتلك قاعدة من البيانات والخبرات المتراكمة في مجال الطاقة، هذه الخبرات التي ستكون بمثابة المحرك الأساسي لمشروعه النووي. أضف إلى ذلك توفر المغرب على موارد ضخمة من الفوسفات، والتي تقدر بنحو 70% من الاحتياط العالمي لهذه المادة الحيوية والمهمة جدا، الشيء الذي سيجعله يضمن توفره على اليورانيوم المستخرج من هذا المورد الطبيعي، وبالتالي التوجه بقوة نحو قطاع الطاقة النووية لتوفير حاجيات الدولة من الكهرباء. فالمملكة المغربية ومنذ القرن الماضي لم تتوقف أبدا عن التقدم في ملف الطاقة النووية، حيث يعتبر هذا القطاع مطلبا ضروريا لضمان الأمن الطاقي الوطني. فمنذ مدة طويلة قررت الدولة المغربية دمج الطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة الكهربائية للبلاد، وقد ظهر ذلك بشكل جلي في الاتفاق الأخير بين المملكة المغربية ودولة روسيا الاتحادية الممثلة بشركة روساتوم العملاقة والرائدة في مجال الطاقة النووية. هذا القرار الذي بمقتضاه تتعهد روسيا بتشييد أول محطة للطاقة النووية بالمغرب، التي وبحسب تقديرات وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية المعنية بتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروع النووي، ستكلف الدولة مبدئيا مبلغا يقدر ب40 مليار دولار أمريكي. أضف إلى ذلك أن الشركة الروسية ستعمل على تحسين البنية التحتية المغربية للصناعة النووية خلال السنة الجارية، كما أن نفس الشركة ستساهم في تدريب العمال المختصين في هذا المجال، وستشارك في عمليات التنقيب على رواسب اليورانيوم في البلاد، هذا العنصر النووي الذي يعتبر الوقود الرئيسي للمفاعلات النووية. ما يحدث في المغرب حاليا لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتاج عمل دؤوب بدأته المملكة منذ القرن الماضي، وبدأت في جني ثماره منذ سنة 2014، تلك السنة التي تمكن خلالها المغرب من جمع الخبرات وإعداد القاعدة القانونية لاستعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية وآمنة، الشيء الذي استوجب تكوين الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي المعروفة اختصارا بأميسنور، والتي يتجلى دورها في تأسيس شبكة رصد للمخاطر الإشعاعية والحفاظ على السلامة الوطنية. وكنتيجة للتدابير السابقة تمكنت المملكة المغربية من النجاح في خطتها الطاقية،
وذلك عبر الحصول سنة 2016 على الموافقة النهائية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي ولأول مرة في تاريخها تتعاون على إدارة مؤسسة نووية من أصل أفريقي، وذلك مع المركز الوطني المغربي للطاقات والعلوم والتقنيات النووية، الذي أسسته الدولة سنة 1986، سعيا منها في ذلك الوقت من تمكين المغرب على مواكبة التقدم العلمي وتعزيز العمل على إنتاج الطاقة النووية لأغراض سلمية في المجالات الصناعية والطبية والزراعية أيضا، الشيء الذي تحقق خلال سنة 2006 عندما أصبح المغرب يمتلك مفاعلا نوويا خاصا به، وهو مفاعل المعمورة، الذي ورغم طاقته الإنتاجية الضعيفة والتي تقدر ب2 ميجاوات، إلا أنه كان بمثابة حجر الأساس في بداية العمل بالطاقة النووية في المملكة المغربية. في ظل توالي سنوات الجفاف مؤخرا بالمغرب، والذي لا يعتبر استثناء في أزمة المناخ التي يعاني منها العالم أجمع، أصبحت الدولة تعاني من أزمة بالموارد المائية، التي تقلصت فيها حصة الفرد من الماء من 2500 متر مكعب سنويا بعد الاستقلال إلى أقل من 600 متر مكعب للفرد خلال السنوات الأخيرة، وهو الشيء الذي استدعى اهتمام المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، الذي يسهر على إنجاح الاستراتيجية الوطنية لمعالجة أزمة ندرة المياه الصالحة للشرب، وذلك من خلال توليد المزيد من الطاقة الكهربائية من محطات الطاقة النووية للحصول على الطاقة اللازمة لتشغيل محطات تحلية مياه البحر، التي ستقوم الدولة المغربية ببنائها على طول شواطئ المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. في العموم، لن يقتصر استخدام الطاقة النووية في المغرب على تشغيل محطات تحلية مياه البحر فقط، بل ستكون تلك المحطات قادرة أيضا على توفير الطاقة الكهربائية للمملكة، والتي تشهد وستشهد طلبا متزايدا في السنوات المقبلة على الكهرباء. فرغم قطع المغرب لطريق طويل في إنتاج الطاقة المتجددة، إلا أن هذا لن يكون كافيا حتى تستطيع الرباط التخلص من أزمة الطاقة، والتي وبحسب عدة خبراء قد تتفاقم أكثر ما بين سنتي 2035 و2040، وذلك في حال تخلى المغرب عن مشروعه النووي. إذن وعلى ما يبدو فإن المشروع النووي في المغرب يعد طوق نجاة لمشكلة نقص الطاقة في البلاد، إلا إذا ظهرت اكتشافات نفطية وغازية خلال السنوات القادمة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب، وأيضا لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تتوصل بإشعارات الحلقات القادمة. كان معكم محمد من قناة مجال. دمتم بألف خير، والسلام عليكم.